ان شاء الله الاتحاد يا ابي، ان شاء الله الاتحاد ان شاء الله. حتحافظ اللقب؟ اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. تؤيد اللعب بالصف الثاني في المباراه؟ لا هذا صف ثاني عندنا، صف شباب عندنا يا ابني، والانبي هذا عندنا. توقعاتك المباراه؟ ان شاء الله الاتحاد فاز باذن الله. اذا لعب بالتشكيله الاساسيه ان شاء الله، لكن هو يقول بينزل التشكيله الاحتياطيه، ما اعتقد والله. لا ان شاء الله فايزين ويمديهم ان شاء الله حفظنا على اللقب. والله يقول ان شاء الله بتشكيله الاساسيه ان شاء الله حافظ عليها باذن الله. الله يبارك. والله المحافظه على اللقب يبغى لها جهد وتفكير عميق جدا جدا بصراحه. مستوى الفريق لا يأهل انه يحافظ على اللقب. اما مباراه السروات نسمع انه حيلعب بالصف الثاني، هل مستوى الصف الثاني من مستوى الفريق الاول؟ هنا السؤال اللي يطرح نفسه. شكرا لك. والله ان شاء الله تتامل ذلك، لكن ان شاء الله باذن الله نفوز ونكملها ونحقق الكاس باذن الله. العافيه. والله شوف الاتحاد بطولة كاس الملك جميع النهايات وصلها، ما عاد اعتقد الا النهاية واحد اللي هو قبل سنتين اللي ما تأهل، لكن البطولة هتبقى في شارع الصحافة بإذن الله. العافيه. والله نقول ان شاء الله، ان شاء الله. توقعات ان شاء الله الاتحاد، طبعا الثروات مو كامكانيات الاتحاد افضل بمراحل، بس نقول ان شاء الله على النهايه ان شاء الله. العافيه. والله باذن الله اتوقع ان شاء الله فوز الاتحاد، واكيد ان شاء الله ان الاتحاد راح يحسمها ويتاهل باذن الله. ان شاء الله اتوقع انه الاتحاد يفوز على الثروات، وان شاء الله نحافظ على كاس الملك الشباب اللي عندنا صغار وذا. والله الاتحاد زي ما قلت لك ان شاء الله من تحسن لتحسن، وفي شباب كمان طالعين يعني زي جمال باجندوح له مستقبل والجاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله يعني توقعات ان شاء الله 3-0. والله ان شاء الله نحاول ان شاء الله ندعي له ان شاء الله حينافسوا. تؤيد اللعب بالصف الثاني؟ لا ما يؤيد. ان شاء الله فوز الاتحاد ان شاء الله. لا ما يؤيد، خلي المجموعه هذه تلعب عشان ننسجم مع بعض اكثر والله ان شاء الله فوز الاتحاد، تيجي كمان طيبه، وش ما ايدك بكل امانه، ما ايدك انه يلعب الصف الثاني لانه يحتاج من جد الفريق انسجام اكثر. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. لا والله ما يؤيد. الله يعافي شباب. والله شوف نحافظ على اللقب باذن الله، يعني هذه بيد ربك، لكن المستوى لازم عارف يلعبوا مع الثروات انه ايش يبغوا البطوله، ما يلعبوا مع انه فريق صغير وما يقدروا الفريق، لا يلعبوا ويفوزوا ان شاء الله. والله بالمستوى هذا ما اتوقع، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله يقدموا افضل ما عندهم. اهم شيء يعني المدرب ما يتخاذل في ضد الفرق الصغيره، يعني ينزل رديف ولا زي كذا، يعني يدخل كل مباراه كلها يعني نهائيه، يدخل مباريات كانها نهائيه وزي كذا. والله اشوف مباراه صعبه صراحه، يعني الاتحاديه لو ما انتبهوا الفريق هذا يعني مشكله صراحه. انا اخاف من الاتحاد من الاستهتار. والله ما ادري صراحه، يمين بالله صرنا نخاف من اي فريق. نحافظ على اللقب كاس الملك اذا مستمرين كذا، والله ما اتوقع يوصلوا يعدوا الثروات كمان. ان شاء الله يعني يقدم شيء افضل ان شاء الله للفوز، تعدي المرحله هذه ان شاء الله. ان شاء الله الاتحاد فاز باذن الله. ان شاء الله فاز الاتحاد. والله ان شاء الله فايزين وقدام ان شاء الله للامام باذن الله. باذن الله طبعا حامل اللقب، وان شاء الله يحافظون عليه. 4 كذا. 5. 3-1 الاتحاد. 3-1. قال لي سجل مختار 2 1 فهد. ان شاء الله الاتحاد 2-1 مختار 2. توقعاتك لمباراة الاتحاد امام الثروات، وهل سيحافظ الاتحاد على اللقب؟ اتمنى الشيء ده ان يحافظ على اللقب، وان شاء الله المباراة يعني ما يدخلون اللعيبه يعني بما ان الفريق درجه ثالثه او اللي بيقابلونه يدخلون يعني بقوه في الملعب ويحققون الانتصارات من انتصار الى انتصار ان شاء الله يا رب. اتوقع ان شاء الله الاتحاديه فرق 3، اذا سجلوا في البدايه اول 20 دقيقه اتوقع فرق 3 او اكثر. خماسيه اتحاديه مختار فلاته هاتريك. ان شاء الله 3-0. تؤيد اللعب بالصف الثاني؟ لا. راحت بعض اللعيبه.
توقعاتكم مباراة الاتحاد أمام السروات بطولة كأس الملك؟ ان شاء الله 3-0. تؤيد اللعب الصف الثاني؟ لا. توقعاتكم المباراة؟ 6-0 للهلال. تؤيد اللعب الصف الثاني؟ ايوه. توقعاتكم المباراة؟ 3-1. تؤيد اللعب الصف الثاني؟ لا. والله اتوقع بنتيجه كبيره للاتحاد، اداء فني واهداف مستوى. ان شاء الله الاتحاد ان شاء الله. تؤيد اللعب بالصف الثاني؟ لا ما يدري بالصف الثاني. شكرا لك. اكيد الاتحاد حيفوز، تاريخ الاتحاد. تؤيد اللعب بالصف الثاني؟ لا لا لا. يعطيك العافية. شكرا. والله شوف انا اقول لك حافظ على اللقب صعبه، بس انه يعني توقعات ان شاء الله انه الاتحاد بيقدم مباراه ممتازه والله يوفقهم ان شاء الله. والله ان شاء الله اذا يعني سوى تغييرات، دخل شويه الصف الثاني، اللعيبه بيثبتوا نفسهم، ان شاء الله نشوف فيه حماس زي البطوله اللي فاتت، وان شاء الله الفوز لنا.